انتهى الشوط الاول بفوز نادي الزمالك 1-0 من ضربة جزاء بأداء غير مقنع من نادي الزمالك. انا شايف كده اول دقيقتين كان نادي الزمالك ضغط عالي، وبالتالي جالهم ضربة جزاء وسجلوها، وده اسلوب اللعب الطبيعي عشان انت موجود على ارضك، فالطبيعي ان انت هتلعب ضغط عالي وهجوم وهتسيطر على الملعب. الغريب بقى ان بعد تسجيل الزمالك الهدف الاول الايه اتقلبت، بقى اتحاد العاصمة هو اللي بيهاجم ونادي الزمالك بيلعب على المرتده وواقف الدفاع. يا حبيبي 1-1 ما تصعدكش، انت كده متعادل، انت بتلعب على ارضك، المفروض تهاجم، تكون اشرس من كده. بعد الهدف الاول اللي سجله نادي الزمالك اتحاد العاصمه اشرس ومسيطر على الملعب وخطير على المرمى. انا حاسس ان انا بشوف مباراة الذهاب في الجزائر، نفس السيناريو، كان الزمالك بيدافع وبيلعب على المرتدة واتحاد العاصمة هو اللي مسيطر وبيهاجم، ولكن ده وضع طبيعي عشان اتحاد العاصمة كان بيلعب على ارضه في الجزائر وسط جمهوره. نادي الزمالك بيعتمد على اخوان الفينا في الهجمات المرتده، واعتقد ان اتحاد العاصمه فهم اللعبه دي خلاص من الماتش الاولاني. اما نشوف بقى الشوط الثاني ايه اللي هيحصل، معتمد جمال هيغير اسلوب لعبه ولا هيستنى زي ما هو؟